القصص بطريق الحسين عليه السلام كثيرة. قصتنا اليوم مختلفة تماماً، لا طبخ ولا ختمة. راح نطرح أمرين لأصحاب المواكب. الأمر الأول راح تشوفوه أثناء الحلقة، أما الأمر الثاني هو أن يترك الخادم الخدمة الحسينية. خليكم ويانا، خلينا نستمع ونشوف شنو ردة فعل أصحاب المواكب. هل راح يتركون الخدمة الحسينية ويتجهون للشيء اللي راح نقدمه لهم؟ فكونوا ويانا. حياك الله وبارك. ولا لا، الله يسلمك يحفظك، عظم الله اجورك. ليش الناس اليوم تخدم وتمشي للحسين؟ شنو يعني لك الحسين يا والله؟ حسين اليوم الناس اللي تخدم للحسين، الحسين دفع ثمن بنجازيه احنا على ما قدمه. انطيت له بعمره سنه وال100 عام، وانطيت له بكاروكه دولة للسهام، وش قد شفوف اعطيتها محنايه، فلازم نجازيه على هذا اللي قدمه. القرابين تلو القربان، قربان تلو القربان قدم، فاللي نقدمه كله قليل. ايش ما نقدم احنا مقصرين من الحسين سلام الله. هذا من تخلص هالايام اخر يوم من تلمون التشوادر مالتكم، شنو الشعور اللي هذا الشعور؟ يعني انا اليوم هسه اذا واحد قال بعد يومين اقوم اكرهه، الله. اذا قال بعد 3 ايام لا قول يا الله، لا يا معود بعد وقت. المهم كون ما يقول لي بعد يومين، لو يحدد لي يوم يومين لو 3. ما تريد زيارتك؟ اي والله اي والله. ليش؟ من العام للعام احنا نتامل هذا اليوم، نتامل هاي الايام، فما لانه كون تخلص لا بدنا ما تخلص. احنا نجي 1 صفر 2 صفر 3 صفر تقريبا، وبس نريد نحمل كون ونمشي. المهم بس كون حتى لو ما مرات اكو اغراض عندك يكملها احد الخدام وترجع وتجي، بحيث تكون بس تريد انت تباشر بالنصب مال الموقف. الحسين حاضر وياكم وباقي فدوا روحك. الله يسلمكم سيدي مولانا. طريق الحسين عليه السلام. انا راح ادي عند فقره ما تختار ظرف. شوف هذا الظرف شنو بيه ابو باقر؟ اختار لنا ظرف عندنا ظرف. الله يسلمك. فتحه. اقرا لي بيه شنو؟ اقرا لي اياه. تذكرة سفر إلى تركيا. موعد الرحلة غدا. راح تروح؟ رحلة؟ لا، لو كل واحد من عيالي يموت ما أروح أخلص عزاء الحسين أعظم وأجهل. أنا أروح تركيا أقول لك أهلي إذا واحد مات منهم ما أروح العزاء. حياك الله ابو حسين. كل الهلا. عظم الله اجرك. واجورنا واجوركم. قواك الله على التعب. اكو تعب خدمة الحسين؟ وين اكو تعب؟ ماكو تعب. لا ابوي. احنا كل هذا قليل بحق الحسين. ما شاء الله. يعني انت لا تشوف يعني شميس وهاي، يعني احنا جاي نشوف قدامنا الجو يعني كل هذا يقول لك الامام الحسين يعني كانت اصعب الحراره من هاي الحراره. بس احنا شوف مي موجود، كهرباء، كل شيء موجود لنا متوفر. بس الا ابو عبد الله الحسين صحراء و3 ايام عاري برضه كربلاء. وش يشوف يعني انت يعني هذا احنا عايزين كل شيء لاجل الحسين. ايش قد صار لكم هنا؟ كم يوم؟ احنا صار لنا احنا من بغداد. من بغداد. من منطقه الشعلي. صار لنا 12 يوم هنا نخدم الزواج. انا هسه كوني اليوم مقدم برامج ما اريد هالايام تخلص. شوف ايام والله نتمنى روحانيه، اجواء ايمانيه، تحس شيء سر هاي الزياره. انت منى السالفه؟ السالفه اخر يوم
يعني لما تروح تفرغ العالم وتشوف الاجواء والله تقول مو بس وحشه، تقول منطقه مهجوره. يعني انت ترجع للبيت وهذا بس الله يساعد قلب زينب سلام الله عليه. يعني والله ما ادري ايش اسوي واحد. يعني هو الحكي كله بالقلب وعلى القلب ملكوم الحسين. يعني احنا نرجع هناك نتفقد عيالنا ويخابرونا كل ساعه وشلونكم. يعني زينب من كل يعني سوالف قلب زينب مره كبيره. يعني 50 سنه والطفال هذا يروح منا هذا يجي منا، احنا اثنين ما نتحملهم الله وكيله. سيره قتله ويسوي هي شلون يعني تدري انت يعني الروايه تقول يمكن 85 ل 90 طفل، هاي كل من بركبه زين. صح. الحكي هواي الحكي. يعني لك هاي المشاعر الحسينيه وكل هذا قليل بحق الحسين. طبعا الحسين انسانيه، ثقافه للعالم، اجل الاصلاح. انا هسه احنا واحد ما يتحمل واحد. صح. كل هذا سوى بالحسين، والحسين كله ما ادري والله ما اقول لك. الحسين بس اكل وشرب، لو الحسين رساله اليوم. رساله بالعالم. شو اقول لك يعني شو احكي؟ طيب احنا ساعدنا ظروف، من هي ولي الظروف؟ اختار لي ظرف من بين الظرفين. شنو هذا؟ اختار لي ظرف. فتحه شوف الله اللهم صل على محمد. شنو طلع لك؟ ترى لي اياها؟ تذكر السفر الى تركيا، موعد الرحله غدا. حلو الك. لا سفرة تركيا باكر. شو اسوي؟ وانا اقول لك سالف معي شلون شنو اللي يخليك ما تسافر؟ الله على هاي المشاعر. والله هنيئا متعوف الحسين. شلون اعوف الحسين؟ انا مالي وعيالي وحلالي كله الله اكبر. الله اكبر. ما زال انا عايش اقول لك احبك، خلي ايدك على قلبي وتشوف ايش قد حبي، حايط بيت اشوف ايش حلاته منكتبه، ماك اجمل من احساسي من ارفع رايه على بيتي واطلع بالموكب ابني وانصب منبر عزيتي. شوف شي روحي، الفقير يقدم كل ما يملك. طبعا هو ايثار، هي مو كميه العطاء. مثلا ممكن واحد يقدم شيء بسيط بهذا المجال الله سبحانه وتعالى يتقبله. احنا كلياتنا نعرف انه امير المؤمنين قدم 3 اقراص خبز من الشعير، الله خلتهن بالقران. كل ما يترتل القران الله يعني يخلينا نذكرهن. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فذني ماكو 3 اقراص وياها النيه خالصه لله سبحانه وتعالى، الله خلتهن بالقران. مو كميه العطاء بس بكميه الصدق اللي هو يرافق العطاء. احنا ساعدنا ابو مقتدى، عندنا فقره وتختار ظرف. قدم لك ظرف من هاي الظروف وتختار شنو اللي يطلع لك. يعني انتم مخلين شيء بداخلها؟ احنا نخلي شيء بداخلها، فنشوف انت شنو راح يطلع لك. يعني اذا فلوس ما اريد فالله مكننا. يعني احنا نشوف اللي بظرف شنو موجود. تختار واحد من الظروف. اللهم صل على محمد شنو مكتوب الظرف؟ تذكرة السفر الى تركيا، موعد الرحله غدا. اذا هاي الرحله لك، يعني باكر انت تكون مسافر الى تركيا، باكر بالمطار الرحله مالتك باكر، تكون تجهز امورك وان شاء الله تتوكل. اساسا انا عندي اقامه بتركيا، وتركت الاقامه وتركت تركيا وتركت ذيك الاجواء الحلوه والجو البارد على مود اجي اشارك اخوتي وناسي بهاي الشعيره. فمو معقوله انه اترك الشعيره وارجع للاقامه اللي انا اساسا تاركها. فانا تركت تركيا لاجل هذا الاساس. انا اشكركم طبعا، كلش اشكركم، بس بنفس الوقت اقول لكم
تركيا وغير تركيا وجنات تجري من تحتها الانهار اتركها واجل خدمه زوار الامام الحسين. تذكرة السفر إلى تركيا، موعد الرحلة غدا. خلص الرحله مالتك لتركيا باكر. آسف ليش؟ آسف ليش؟ ما أقدر، ما تروح؟ ما أروح. احكي لي شنو السبب؟ يعني الأسباب هواي بس اللسان يعجز عن وصف. الله أنا بالنسبة لي ما أروح، أنا هاي الخدمة عندي تسوى الدنيا. الله. أنا يعني الحمد والشكر لله، حتى حاليا رجلي مفسوخة ما أهتم لها. أنا هذا كياني قلت لك يعني. لا ما اروح. ليش؟ على خدمة الحسين، هي الزيارة بعد. الله. اي والله. صعبة حيل. اقرا لي اياها، شنو طلع لك؟ تذكر سفر إلى تركيا، تذكار السفر إلى تركيا، موعد الرحلة غدا. يعني باكر. الرحله مالتك باكر. ما أروح. ما أروح. ليش؟ ما أروح. أنا هسه صار لي يومين، الله شاهد يعني صار لي يومين شي قربت أيام الزيارة أبكي على هذا الشيء. شي تنتهي زيارة أبكي على هذا الشيء. لو هسه تنطيني سفرة إلى أنحاء العالم كله أنا ما صار. أبقى هنا هذا تراب الزوار إذا يهيل عليك مش استمعنا وياكم المشاعر أصحاب المواكب الحسينية، وأنا متأكد لو طيناهم الملايين ما راح يتركون خدمة الزوار ومواكبهم رغم التعب والسهر والحرارة الشديدة، لكن تشوفه بكل عزيمة وإصرار يحاول أن يقدم خدمة الزوار بالأحرار عليه أفضل الصلاة والسلام. الحلقة انتهت، مع السلامة. بس رقية